صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. مهما حصل، مهما كان في ظلم، مهما كانت الظروف وحشة، لأن الأمل في ربنا، وربنا دايما موجود وفوق الكل وعادل. دلوقتي بالنسبة لقضيتنا، قضية حياتنا، قضية العروبة، قضية الإنسانية، قضية غزة وفلسطين، ما ينفعش تبقى قاعد بتتفرج وتمصمص في شفايفك وتقول يا ربي حرام ومش حرام. لازم يبقى ليك دور في القضية. الدور ده حاجة من اتنين: يا بتساعدهم وتدعمهم، يا إما بتجاهد معاهم. هقول لك ازاي بتساند وبتدعم. هو ان انت بتبعت لهم تبرعات، بتبعت لهم فلوس، بتبعت لهم اكل شرب لبس غذاء دواء، اي حاجة تساعدهم. انت في الحالة دي بتبقى عامل زي اللي حاطط مريض تعبان على جهاز تنفس صناعي. احنا عمالين بنساعدهم في الحياة، لكن المرض والعدوان شغال. تجاهد بقى وتحارب معاهم، هو ان انت تديهم سلاح او ان انت تمنع السلاح عن عدوهم. طب تديهم سلاح دي صعبة شوية، مش هينفع انت تشيل سلاح وتروح تحارب معاهم وربنا ينصرهم يا رب. انما تمنع السلاح عن عدوهم وتجاهد معاهم ازاي؟ انك تمنع ان تروح فلوس لعدوهم يشتري بيها سلاح، وهي دي المقاطعة. يبقى انت وانت بتقاطع انت بتحارب فعلا، مع الفارق طبعا هم هناك تحت النار، لكن انت بتحارب لما بتقاطع كل الشركات اللي بتدعم الكيان المهبب ان يجي لهم فلوس يساعدوا بيه الكيان يشتري سلاح. ان انت في الاساس تدعي ربنا ينصرهم، ادعي ربنا ينصرهم وانت على يقين ان ربنا دايما مع الحق. انت كده بتحارب معاهم، وبالتالي حضرتك لازم تدعم وتجاهد، او تدعم او تجاهد. لكن ما ينفعش ما تبقاش بتعمل حاجة من الاتنين، لان ساعتها ولا انت هتبقى عربي ولا انت هتبقى انسان اساسا. يبقى تشارك بالدعم او بالجهاد، لكن ما تشاركش. مش عارف اقول لسيادتك ايه. وبالتالي فالمقاطعة انت فعلا بتساعدهم وتجاهد معاهم. ربنا ينصرهم يا رب، ويعيننا على الخير، وينور بصيرتنا دايما للحق والخير. وصباح السعادة.